من الأشرطة شعر، فحط الظاهر شريط شعر لك جميل. فقلت له أنت من هذا؟ قال هذا الشاعر سعد بن جدلان، هو لا يعرفك إلا بالاسم. فقلت له أنت تعرفه؟ قال إيه، هذا كان معنا شغال قبل 25 سنة في القلابات. صح؟ نعم. فطلبت توصيفه أنت. حدثني عن هذا الموضوع، أنا أقولها لك قلها أنت. وهذا رجل تسمع التكس وركب الشريط، وتعرف الرجال قال يعرفه. وين تعرفه؟ قال كان شغال معنا في قلابيات. طيب وش وصفه؟ قال والله رجال قال طويل أبيض. قلت طويل أبيض. قلت ما أعرفه. قلت بيض الله وجهك اللي بيضت وجهي وطولتني. وانت ان شاء الله ابيض وجه ابو محمد. طب وجهة نظرك كشاعر كبير في المسابقات الشعرية، حنستثني شاعر المعنى لان احنا في قناة الساحة، تركنا من شاعر المعنى، نتكلم عن المسابقات الشعرية الأخرى. المسابقات الشعرية هي المادة، مادة دقة. نعم. يعني استنزاف جيوب استنزاف جيوب الآخرين. والله لا هي وده يقول انها ملك الشعر، ولا انها امير الشعر، ولا انها الشاعر، كلها معدية. لا ممكن تاخذ اللقب اللي تبي، تدفع فلوس وتاخذ اللقب اللي تبي. يعني على بلاطه بالجدلان يقول ادفع تاخذ اللقب، لا تقعد تصجني معك قروش ولا نعم معك قروش ولا اضرب الباب. يعني تصريح خطير يا سعد، انه اللي معه قروش حتى لو كان شاعر متذبذب المستوى، حتى لو ما يعرف ولا كلمة. لا قوية دي، ولا يعرف ولا كلمة. اتهام خطير يا سعد بن جدلان للمسابقات الشعرية. نقول دفع دراهم وتبي شاعر حتى لو انت شاعر. هذه هي المسابقات الشعرية الآن. المسابقات الشعرية. فكرت تشارك في شعر المليون؟ لا. طب ليش شاركت في شعر العرب؟ والله اسم رنان. شنو؟ مو اسم رنان. أنا أعرف ليش شاركت. والله يجيبون الشعراء الكبار كلهم شاركوا. ماذا كان يغريك في المشاركة بشعر العرب وانت تعرف انه يعني ان المسابقة لن تتجاوز المسابقات الاخرى وهي استنساخ كربوني للمسابقات؟ لا مادة طبعا في المادة بس. شفت انا لما اقول لك انه انا اعرف انت مقابل الفلوس مقابل المادة شاركت في شعر العرب او في غيرها من المسابقات. هنا. طيب سعد بن جدلان، لو انا دفعت لك فلوس جبتك في امسية لا تليق بمكانتك، أو جبتك في مسابقة شعرية لا تليق بمكانتك، هل توافق؟ لا. طب هذا أنت وافقت يا أخوي. وافقت على شعر العرب، ولكن بعدها ما عاد أقدر أوافق شيء، لأن هي مشاركة الرجال وحدها، ما هو كل يوم أطلب لي في مشاركات. نعم. لأن هذه مشاركة العرب ما تخليني أشترك أنا في هذا. أنت نادم على مشاركة بشعر العرب؟ طبعا. وشعرت إنه بخس حقك؟ لا والله الحمد لله ما بخس حقي. لا. طب ليش ندمت؟ والله كذا ودي ما اشتركت. تحس إنه ما تليق فيك؟ مو كلمة ما تليق، أنا ودي ما اشتركت. ليش؟ لأن ابتعادات كل شيء هذا الاشتراكات حفظ لك الشعر. نعم. ولكن أن أنا كسبت إن شاء الله فيها أحسن من ندمي. كسب معرفة الحوار الغامة. نعم. وطلعنا إن شاء الله بشهرة طيبة، وشيء جملنا عند الحواس الغامة. نعم. هل تعتقد أنك بحاجة إلى شهرة من خلال برنامج شاعر العرب أو أي برنامج أنه يضيف لسعد بن جدلان شهرة؟ والله الغني الله سبحانه. الغني الله. نعم. الغني الله سبحانه. الشهرة الطيبة ما حد يستغني منها مرة ثانية. نعم. تحقيقك المركز الثاني، هل تشعر أنه سلطان الهاجري التلميذ تفوق على الأستاذ؟ نعم. تفوق ويحب هذا حبوب. هل تعترف أن سلطان الهاجري تفوق عليك؟ تفوق في هذه المسابقة؟ تفوق بقصيدة المداراة. كان أنا فيها أخطأ عندي وهو تجاوز الأخطاء. نعم. هذا اعتراف شجاع لسعد بن جدلان. نعم. ويستحق اللقب. يستحق الله. جميل. كفو والله أبو محمد، وكفو لكم كلكم، لأنه يعني مشاركة الشعراء في الدورة الأولى ترى يعني كانت فكرة جديدة لو طبقت كما يجب. ماذا حدث يا سعد؟ أنت كنت من الشعراء المشاركين، حدثني ما كان يعني إيش اللي كان يدور خلف الكواليس؟ ما أدري. ها؟ لا تسألني عنها، ما أدري عنها. لا والله ما أدري عنها ولا سألت عنها.
لما أعلن التقييم الأول في الكويت ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة ما هي مرضية، بس ما أعلنوها النتيجة في الكويت. طيب شو ما هي مرضية ولا أعلنوها؟ ما أعلنوها في الكويت. في الكويت ما أعلنوا النتائج. جاوب على النتائج وجاءهم الاتصال على المسرح وقالوا تنقلون على السعودية. ما أعلن في الكويت ما أعلن شيء. نعم، يعني كان فيه لخبطة في موضوع التصويت. ما زيادة. من دعمك في شاعر العرب؟ والله دعموني أكلهم كلهم. كفو. قبيلتي دعموني. نعم. ورجال أعمال من نفس القبيلة ومن خارج القبيلة. نعم. جميل. إذن زي ما قلت المسابقات الشعرية أنت ترفضها تماما. سعد بن جدلان